الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم نتكلم حول العلامات الكبرى للساعة. فهذه العلامات فيها خلاف بين العلماء، أو هناك من المسلمين من يعترض عليها، وسنقول سبب الاحتراز إن شاء الله. برايد عزيز إيرام بحثا علامات كرديد من قيامتهم صو ساكنوا بجنا علامات قيامته، يعني علامات في دنيا هنا إخراب علامات يمازن هنا وإيه بشكنا إجا يمازن هنا أوان علاماتك پیدا بون دمك هدي ها هندك ما يك دنيا خراب بل كاسكي نكهر بجا فلان روش فلان ساعات فلان صار ابن زانم فقط وان علاماتك پیدا بون دمك هم تام نيزك بيه، يعني بتركي كلمه كيد بي علي قلاغنده ما دسي لقو يعني ها هاكت وهاكت. وكان كي انسان هنا مثلا انا ام نورمال ام جنج احتمال ام ثانيه كي باشش بمره نورمال، يعني بي خبردان تنه، ولكن انسان كي قواك نخوش كباب صالا او سرجاد منه و گرچکاوی چو کذباوی چو پشکاوی چه وانا تبدشن افلاس کن مرد بجا والله هامر و هامر هامر و هامر و جار هي هفته کی دوام که جار هي مه کی جار ساعته کی جار 20 دقیقه وان علامت مازن وکوی انسان اختیار کو گرچکاوی چیه میجی وینا خبته پشکاوی چیه چونه قلبی بتنه بشکلت خی که اوجی کا چند ساعت دوام که ایجا چند ساعت دنیا نه وقت چند ساعت بدن انسان، چند ساعت دنیا بلکه چند سال بن، يعني خودت زانه. أمي أنا بحثهم بكن إن شاء الله. ومن هذه العلامات الكبرى أيها الإخوة شيء العلماء أو الله عز وجل يقول نحن في الفقه أو في العقيدة نقول دابة الأرض، حيوان أو شيء يمشي على الأرض ويتكلم مع الناس، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة تتكلم مع الناس، ولكن كيف تتكلم ما شكلها نحن لا نعلم. هناك من العلماء أو من الناس من ذكر الأوصاف لهذه الدابة، ولكن الصحيح لا يعلم أوصاف هذه الدابة إلا الله عز وجل. لذلك نحن نقول العلم عند الله، ولكن هناك الدابة شيء يمشي الدابة معناه يمشي على الأرض، يمشي على الأرض وسيتكلم مع الناس، ولكن ماذا يقول أو كيف شكلها الله أعلم. هذا كذلك من علامات الساعة. تشتكي علامات قيامت أبي ما الظن يك جوانجي تشتكي لسرية عدد ما شبه عربيت بن دابة الأرض ولا تمد بن دابة الأرض، يعني تشتكي سر عدد مشى دابة يدب زمان عربي ده أبي سر عدد مشى، مثلا أمش سر عدد مشن بسيك جد مشن حيوان جد مشن وانا ايك جد مشن تشتكي سر في عدد مشى فقط شكلي ويشوي خدت زانه. هنا كي كتاب تشتاد بيجن، ولكن عالم بيجن ان علم راس خدات زانه چه حيوانه پیغمبر بخو نگوتيه گوي وي چاوي قاچي تشكي نگوتيه لي هنا كات تشمشتان بسانديه ام تشتا خوان غير نادن ام بيجن حيوانه كي دركبه بانسان را خبر ده بچه شكلي خبر ده الله اعلم. تدي انا مثلا تذكري هايس مصعد يعني اسانسورا تبيت هاتي طابقه كي طابقه ده بلكي تشكي وساكنوش دركبه خدت زانه، يعني بلكي حيوان به بلكي طيره كي بلكي معركي به مزانن، ولكن تشتكي دركبه تشتكي حتى انا نابا مدى ما ينديت، يعني تشكي هذا انسان را خبر ده و كافريات مسلمان تشتكي وساكنه جين كي انسان را بيجه ابيا يك علامات مازن ابي قيامت ابي كنيزيكي ماي ايورن. علامه اخرى نحن نسميه نزول سيدنا عيسى عليه السلام. طبعا هناك من المسلمين من يعترض على هذا، ولكن أهل السنة والجماعة في الغالب يقبلون. هناك من يقول بأن سيدنا عيسى بعد أن رفعه الله مات وبعد ذلك سيحييه الله، ولكن الرأي الصحيح لدى أهل السنة والجماعة الله رفعه حيا إليه، وفي أو قبل قيام الساعة سينزل ويخدم دين الإسلام وسيعترض على المسيحيين، ومن يدعي بأن عيسى ابن الله عز وجل سيعترض عليهم. فهناك آيات العلماء في الإسلام يفهمون هكذا، والأحاديث يبينون هذا صريحا بأنه سينزل. هذا كذلك من علامات الكبرى. علامات كيدن يجي داكتنا حضرة عيسى ورخواري. طبعا أنا والتلفزيون مدى هذا التلفزيون ما بسلمان هذا هنكي عالمي ما ينودر كتنا هنا كتبين حضرة عيسى هات كشتن، هنا كتبنا ناتيا كشتن لي خدي رحي وسانت مر هيجا خدي وراكر جو آيات أوصاش خدم ديم جو آيات فهمتكم كحضرة عيسى مريه هيجا شيء حزورا خدا،
ولكن ام مسلمان اهل سنه ام بجن صادي نوتونه ام بجن حيره حضرت عيسى نمريه خدای بریا حضور اخو ادوی چواد بدجی حیره اف انسان زکی دیا خدا چواما ام زکی دیا خدا چواد مینه آنم که ناوا آوکی هم دمرن دقادا ولكن ام زکی دایکا خودم 6 ماه ساکن یا جی 5 ماه هم نامرن او خدای کو فی حیات دایا لویجی حیاتک دا عیسی علیه السلام لوید مینه ور حاصل کی چه گوتیا و تشتکیدن لی حضرت عیسی لگور آیتک امج آیتا فهمت کن او لگور حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم دم داویدا اویج ور خواره اویج ور دگل بسلمانا جهاد جبون خدا بکه الهمبر کفر اویج شر بکه اویج یک علامت هاتنا حضرت عیسی علامت قیامت هاتنا حضرت عیسی نه يعني فرا خبردان سري برن انا بلكي تشتكي بر مهم لنا لو ما زيد اجورا درجناكم يعني ابيك بجا حضرت عيسى ناي خواري نابه كافر ابيك بجا حضرت عيسى تي خوارجي بنافره يعني وانا نوكا تشتي ايمان ابي مازن خدايا كبيغمبر حق جنة وجهنم وانا نجرك ايمان مازنن يعني فقط راي مازن ام بيج الفكره اهل السنه عالم مازن لغورا حديث حضرت عيسى ساخه لحضور خدا دايه وبريا قيامت ابي جوار خواري دقال ام بيجن عسكري اسلامي خدمت دين خدا بك لهمبر انسان خراب اشاره كي بك وهناك علامه اخرى نحن نسميه او القران سماه الدجال عفوا القران لم يسمي الدجال هذا من الاحاديث النبويه الذي ذكره القران الياجوج والماجوج قبل قيام الساعه كذلك ياجوج وماجوج قبيلتان اعداد كثيره جدا ربما يخرج من ناحيه الاسيا الوسطى او البعيد من الصين وما حولها أعداد كبيرة سيأتون ويدمر كثيرا من الأشياء كما دمروا قبل ذلك في عهد الدولة العباسية حينما أتى المغول كما نسميه أعداد كبير سيأتوا ويدمر كثيرا من الأمور تشتكي دنيج علامات قيامته يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج كتاب مدبجن يعني ناوي عشيرتانا ناوي قبيلانا يعني قبيلة دمازنن بیا سمبول وان کسی که جماره وان زده عدد جماره وان پره سایه وان یعنی اوانا ایورن چند جاره جهاتنه ها چند جاره هاتنه لجاره ان مازن ایورن جاره داوی لورا یک جوان جاره جی مغول هبون مغول تاتار یعنی بجن وان اوکی هانه هاتن اوی کو جنگیز خان منگیز خان یک جوان جی او بون چند جاره هاتنه جاره داوی ایجا ایورن قالك تشتا خراكن مالا وان يعني پر جماره كازيده بحزاره بصد حزاره بلكي بمليون جوارن حساب كذا اجى واناش كي جالي تاني چينه تاني در دور جوان درا تاني يعني چين انا مليار و نيوه اگر کو پشکی زارو کی وان زده به نوا 4 سالا 10 سالا ده هرن 4 ملياري اما جوان 500 مليون يالي مدابشين مالا مخرا كرن يعني 500 مليون امتاني ورن بس جمره واش مره كي فكرنا ادفي رياري دفترين ورن وهر حاصل ابجي علامات قيامتنا اوجتين دجن ودشوتين ودخون وبدخون قالك زرار مازن خرابيه مازن شواك وقت دوله عباسيات هما وكل زانتنا كلي شكرجه جرات هر تشتيد خو يعني ابجو ساكنه هما تشتكل بيشا خنايلن انسان وجن ومال وتشتي ساكنه اوجه هر تشتي خرات كن افانا اجي علامات داويه زمان افانا تبج تقريبا نزيك وقتك حضرت عيسى دوان دم هانه دايدي دجال ويأجوج ومأجوج وانا تب زمانه كده تجيجنهف وكذلك من علامات الساعة ظهور رجل صاحب دجل كبير واسمه الدجال كما نسميه والرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يستعيذ بالله من شر الدجال ويقول في أحد الأحاديث ما معناه أنا سأبين لكم بأنه أعور له عين وعين الأخرى مثل حبة في الخارج فإنه سيدعي بأنه ربكم وربكم ليس أعمى وإذا خرج وأين بين أظهركم سأدافع عنكم ولكن إذا مت ورأيتموه فاعلموا بأن ربكم ليس أعوج فأرجو الله أن يدافع عنكم يا أهل الإيمان رجل صاحب دجل صاحب مصاب عنده إمكانات كثيرة ربما لا ندري ماذا أي إمكانات سيكون لديه قد يكون من السحر قد يكون من التكنولوجيا ومن العلم ولكن له إمكانات كبيرة يستطيع أن يخضع كثيرا من الناس بأنه إله هكذا وحتى يقول للناس لي جنة ولي جهنم له فتنة كبيرة فنرجو الله أن يحفظنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يدعو في كل صلاة بأن يحفظه الله من شر المسيح الدجال يكجع علامات قيامته جي
دجال وزانن شيء دجال كلمة عربية معنى أبي بر درواتك أبا زانت زمان عربي ده جان عرب مثلا جهبر خبر يك درواتك الدجال يكون أوقات درواتك يعني دجال لا شرط دجال ماز يعني دروي زي درات دجال حيلكار ودروتشي وشيطان وساكنه فقط اف دجالك مازن دركبه دجالك مازن امكاني يبرن امكاني وي ام تيجا نزانه طبعا حتى كو دركبه كانجي دركبه وي وقتاني علم دنيا گشته چه حالي بلكي انسانك يساكنه اولدو روج امكان پر مادي هبن پريوان هبن تكنولوجيا وان علم وان يعني قلب تشتا چيكه حتى حديث بحث ويتكن دبيش خلقرات بجا از خدای ومه پیغمبر جي گوتي عليه الصلاه والسلام دبي بني هر پیغمبری بریم بجی هاتنه گوتنا های وش بی دجال هبل دبی او راست و زمان مته یعنی اب که بو شانس امت من فقط بزامن خدای و نکوره دجال بجه از خدا مل خدا نکوره بچعف کینه اویا بچعف کیه دبی اوش خا به امکان خو دیگه خو جنت و جهنم بخورات به جی کی دبی جنت من آوا جی کی خو جی کی نج آگره دبیج ملت رات بجه تم خدا قبول کی اگر کو گو اه تو خدای منی دبی دبکه جنته جنت کو گوتید حقیقت خدا آگره یک جرا بجه ناولت کافری تنه خدای دبیج تبکم جهنمی وید که ناو آگر او آگرت اصل خدا آوه یعنی وکا بجه جنته که پیغمبر و هاجی گوتیه اویاجی بلا و مصیبت که مازنه درته دبی بلا سر عالم اسلامی دبی بلا سر مسلمان و قل قتل عام چد که او حوالی ویجی هنه اوانه تب بلا و مصیبت مازن چد کن لی خدا مج شر وانج خرابیان بپارزه وعلامة أخرى كذلك من علامات قيامة الساعة خروج الشمس من المغرب كذلك العلماء يفسرون الآية التي يقول الله عز وجل أو يأتي بعض آيات ربك العلماء يقول بعض الآيات القصد بها خروج الشمس من المغرب أي يحصل هناك خلل في نظام الكون فساد كبير يحصل بين الناس وكذلك سيحصل خلل في النظام الكوني كيف يحصل لا ندري إذا أتى هذا الوقت حينئذ الذي يكون على قيد الحياة سيعلم وسيكون هذا صحيح الله قال والأنبياء قالوا ولكن لم نصدق سيرون الشمس قد خرج من المغرب ولكن حينئذ الإيمان لا ينفع كما الذي ينكر الله فحينما يأتي روحه إلى حلقه لا ينفعه كذلك هؤلاء الأشخاص إيمانهم لا ينفع تشتكي دنجي ام دبيجن دركتنا روجج روج آوادا و روج آوا زانن شده دید بکردید بین روج هلات درکت روج آوا چو ایجا روج آوادا درکت و جیه که مهردم گوتیه اویا روج آوا روکی امرا مواروید رو درکتیه طبعا چه بخواده زانم هجا نزانم سیستم کائنات سیستم وی دنیا هنه تدا هیدی گوهرتن چه دبه يعني دبيجن بلكي درو سيرو روج در نكبه تعريبه اورو كي جودا دركبه يعني جبون سيستم چه به لو رأف دنيا هاني وكا بالون الهواء تقرد جار كده او نابه يعني جار كده او نازف راي خواده تشتكي چيكه تشتكي خواده چيكه اشته بلان و پروژنه لی درکتنا روجج روج آوادا علامت مازنه که سیستم دنیا هیدی هاتیه داوی خرابه و وی وقت هانه جی خدا عز و جل به لا ينفع نفسا ایمانها وی وقت کس که ایمان فایده ناده مثلا انسان خدا مثلا ایمان ابدا سکناندن یکی ایمان ایتنه به او هات رحی هات ورا ابمره گوها ولا خدا حقه خدا بین وک فرعون كاد آبه هندك ما بفاتسه قام إمام ربي موسى واني خذ يقول نو هذا هدي قبولناكم مشتا يعني الآن وقد حصحص الحق أنا قو حق دي تشتي كتاب شعبك فهم كرت تشتي موسى قوتي حقت هيجا إيمانتي ناس قبولناكم واتك روج آوادا درته إيمانتي إنسانه كي فايدة ناده كي شو دفتر هاد قرتن أوجي كان صلاة بنا خذ زانه أبانا تبع علامة مازنا أبي قيامتنا وأمر آخر العلماء مختلفون وبعض الناس لا يقبل نحن نسميه ظهور المهدي مهدي رجل يقود المسلمين إلى الخير واسمه ليس مهديا اسمه قد يكون أحمد قد يكون محمدا ولكن من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم وسيقود المسلمين ويدافع عنهم وسينشر العدل في الأرض ولكن من المسلمين من لا يقبل هذا لأنهم قد سمعوا بأشخاص كثيرين يدعون بأنهم مهدي ولكنهم مفسدون وبعد ذلك قد ماتوا ولم يحصل تقدم في العالم الإسلامي ولكن حينما يخرج الذي نحن نقول بأنه المهدي المنتظر الذي نحن ننتظره سيكون دعما للمسلمين
فهو على يديه سيحصل قوة في العالم الإسلامي وسينتصر الحق بإذن الله تعالى. أبي داوي جام جوارا بيجن علامات برن لوانا إبشكي مازن مهدي ملوف صبيش مهدي ما يعني مهدي كي لقورا إسلام بيجن مهدي منتظر مهدي كو شعبي مالية ورا هناك مسلمان بيجي قبول ناكن بيها كم علاقات كم أخو مهدي تخابينن أم خب مهدي ناخابين فقط هبونا مهدي كي ياجي هاتنا مهدي أمود أهل إيمان را كما مثالك جبان خوش ورا فعام كرن تذكي أمتي بريا بسلمان زانبون إي پیغمبر كي ورا حضرت محمد ورا صلى الله عليه وسلم هاتنا وي پیغمبر كيف خاشي ودغو والله إي پیغمبر كي ورا ام شكون اهل ايماننا اوجي پیغمبر خدای قوت ابدما الیکاریا مبکه امش دین خدا خدمت بکن یهودی و صادقو یهودی دغو پیغمبر کی وره ام شكون ایمان پیغمبر آنیه ام به هورا جبون خدا شرکی بکن هاتنا مهدی جی جسارت اكيد مسلمان بجوايك جواره دمك افدين كامل ببي خدای قوت ابدا اسلامي اي مسلمان سر بكبن امود وان ابوك في انسان هان ورد دمك هاتي مسلمان سر بكبن فقط إنك بنا احتياجات مجبياتنا مياجي قبول لكن وإنك هاتنا حضرت عيسى قبول لك مجبير وكلا زويج بيجم دبي حضرت عيسى ورد مكي بيغمبرك بيش حضرت محمد هاتيه إجا عالم مدبين حيرة نوصى في حضرت عيسى ورد بشريعة حضرت محمد ك واتك حضرت هارون هبو دو شريعة حضرت موسى وتبروبلمك تنبو أفياجيتي بشريعة حضرت محمد بك ويج عالم رابج الدين فيها حقه وتقول نحقه وزمان خليت يشكر وخرابيه تقول بزانبو نراسن از بخوجي اتمل دوره ياويتش مثلا ايرو الدنيا ده ان انسان زيدا خريستيان المسيحيين او بخو حضرت محمد قبولنا كن قبق حضرت عيسى تقول محمد حق يبجن شي دمك يم شاش بون ور حاصل بفي شكل يعني وانا هنك علامات ما اظن خدا ايمانا ما ببارزه محافظه بك لسر ايمانه مرنيج بكان نسيب ما أوان علامات هانيك مديت ما نتيجي خدا عز وجل سلامتي بدا أمتا إسلامي خدا أهل إيمان سر حقيقي بدا سكناندن إنسان خراب جي خدا عز وجل وان هداية بك إلى أن نلتقي في درس آخر ابقوا في حفظ الله ورعايته ونرجو الله أن يحفظكم ويحفظ عقيدتكم وعقيدتنا جميعا ويثبتنا على الإيمان وعلى الخير وعلى التقوى.